مساء الخير، يا رب يكون كل الجميع بخير. ازيك يا امراي؟ زي الفل الحمد لله. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. حالتي الحلوه بقى النهارده هتكلمنا. حالتي الحلوه ابتدت 96 75 جرام. احنا النهارده بسم الله ما شاء الله 82 25 جرام. ابتدت معانا 45 نسبه الدهون بتاعتها، احنا النهارده 40 ما شاء الله. ابتدت نسبه العضلات بتاعتها 50.9 ما شاء الله تبارك الرحمن. احنا النهارده 54. الدهون الحشويه كانت 13.5، احنا النهارده بنتكلم في 9.5 ما شاء الله تبارك الله. الموضوع فرق معاكي بقى في ايه؟ وقولي لي كان راي زمايلك، هي مدرسه بقى، الموضوع فرق معاكي اولا في ايه؟ فرق معايا في طريقه الحياه عامه. بقيت حتى انا من مش معتبراه دايت، اللي هو بتكلم يعني بتكلم اللي هو انا هاكل كذا مش عشان انا ملتزمه بدايت، عشان انا يعني حابه عامله لايف ستايل، اسلوب حياه. وغير كده انا بقيت بكل حاجه بقيت امشي بقى لا ده سعراته قليله، لا سعراته كتيره، لا كده اجار يعني واخدين بالنا. يعني حتى لو زودت في حاجه عارفين الطوارئ بتاعتنا. برافو عليكي برافو عليكي. فهو الموضوع فرق معايا كلايف ستايل مش كدايت، يعني مش ان انا جايه اخس. ما كنتش حارمه نفسي من حاجه بصراحه، كل حاجه باكلها بالعكس زياده. بس ملا لما كنت بتبعتي لي اي حاجه على النظام الغذائي، احنا عملنا نظام غذائي طبعا متناسب معاها وعملنا كل الحاجات اللي هي بتحبها. كان الموضوع بيضايقك؟ لا خالص بصراحه. حتى لو كنت بتاكلي كل اللي انت عايزاه صح؟ حتى لو مثلا في حاجه انا ما بحبهاش باخد بدايل ليها الحمد لله. يعني ناخد من كلامها انه التغذيه مش ان احنا حرمان، احنا بنقول هناكل بس بطريقه صح وهنغير العادات الغذائيه بتاعتنا. هي عملت ده وعملته بنتيجه حلوه قوي قوي قوي، هي ما شاء الله جايه النهارده بسم الله ما شاء الله عليها. قولي لي بقى راي زمايلك النهارده لما شافوكي قالوا لك ايه؟ زمايلي كانوا فاكرين اصلا ان انا عامله عمليه، يعني عملت عمليه. يعني واحده صاحبتي قالت لي اللي هو انت خسيتي وكده عملتي ايه؟ فبقول لها دايت، فقالت لي لا مستحيل يكون ده في الفتره دي، يعني كانت فاكراني عامله عمليه. وكذا واحده كمان قالوا لي ان انا خسيت جامد يعني ما شاء الله عليك. كان يعني واحده برضو من هي مش عارفاني، بس هي شافتني مره وبعد كده شافتني بعديها بفتره كبيره مره تانية، فقالت لي انت محلويه فيكي حاجه غريبه بس انا مش عارفه اوصل لها يعني. كلهم واخدين بالهم. خدت بالكم من الكلمه دي؟ انت محلويه. يعني مش ايه ده هو انت عيانه، لا هو انت شكلك متغير ليه. هو ده اللي بنسمعه لما حد بيخش يعمل دايت مش مناسب ليه. انت عيان، انت وشك شاحب كده ليه، هو انت عامل عمليه. احنا لما بنخس صح فبنحلو، فشكلنا بيظهر، ملامحنا بتتبرز، النضاره بتبقى في وشنا ما شاء الله تبارك الرحمن عليها. هي صغرت حرفيا، مش هقول 20 سنه، هي اصلا صغيره جدا، بس هي فعلا ما شاء الله هي فعلا صغرت. هي كانت جايه لي فاكره كنت جايه، كانت تحس ان هي منفوخه تحس ان هي كل حاجه كانت ضخمه. بسم الله ما شاء الله عليها، وهي ملتزمه جدا جدا. التمارين اللي ببعتها لها بتعملها، النظام الغذائي زي ما بتقول احنا بنمشيه مع بعض. خدي بسمله كذا. بصراحه هي من البيشنت الهايله جدا معايا. مطلعاكي النهارده عشان انت اكبر دليل لناس كتير جدا جدا بتقول الدايت حرمان، والدايت مش ما ينفعش يبقى اسلوب حياه، وانا هفضل لحد امتى؟ وقولي لي بقى، كان حد كده قال لك اعملي عمليه وكان رشح لك العمليه؟ في واحده هي اللي رشحت لي العمليه لما عرفت الاول ان انا بمشي مع دكتور وكده. قالت لي لا وهترجعي تخسي ومش هتلاقي نتيجه، وحتى لو هتخسي هتقعدي وهترجعي تزيدي تاني وكده، والعمليه اسهل. فهي بنفسها لما شافتني من قريب قالت لي لا كملي، يعني انت شكلك باين عليه ان انت خاسه طالما. يعني فاكره ان انا مش هجيب نتيجه في اول خالص لما بدات قلت لها ان انا عامله دايت وكده. ناخد بقى من الحته اللي بسمله وقفت عندها دي، ان كل حد بيقول العمليه اسهل. احنا ليه دايما بنتجه للاتجاه الاسهل؟ طب احنا ليه ما نسعاش على نفسنا ونشتغل على نفسنا ونبتدي ندعم نفسنا وخلي العمليات دي للناس اللي هي فقدت السيطره، حالتها الصحيه ما تسمحش. العمليات ما تنفعش كل حد، يعني مش كل حد عنده كام كيلو زياده فهو هيروح يعمل بيهم عمليه. احنا دلوقتي ما عندناش امراض مزمنه اللهم لك الحمد، احنا صحتنا كويسه اللهم لك الحمد، عندنا كل الحاجات تمشي بطريقه صح. ليه ما نتعبش على نفسنا ونشتغل على نفسنا؟ هنا انا سعيده بيكي لان انت اشتغلتي على نفسك وعملتي دعم لنفسك كويس جدا، وانا بحب البني ادم الشاطر، فانت شاطره برافو عليكي. والله بجد مش بكمل في اي دايت. انا بقالي بتاع 4 سنين
كل شويه اجرب دايت مختلف ومش عارفه مين قالت دايت كذا، طب جربي كذا، طب مش عارفه عشان ايه بتخسس كذا صح كتير الدايره اللي ما كتير. بتطلعش منها ما بيطلعش منها طالما قعدنا على السوشيال وقعدنا نسمع اصحابنا أيوة. فمش بنطلع من دايره خدي دي وجربي الكبسوله دي، طب خدي دي وجربي الاعشاب دي. ممكن لو يبقى في كبسوله بس تبقى مقننه يعني مناسبه لحالتها. احنا الحمد لله عملنا كشفنا وعرفنا ايه المناسب لحالتها، وهي هايله ملتزمه. ومن غير لو فضلت تاخد مهما خدت كبسول، مهما خدت اعشاب، مهما خدت ميزوثيرابي نفسه، مهما عملت عمليات وانت مش ماشي نظام غذائي ما لهمش اي منفعه. لازم النظام الغذائي هو الاساس، وبعد كده اي حاجه تيجي بعد كده. النتيجه يعني الميزوثيرابي نتائجه تحفه، بس لازم ما يبقاش انا شايله دهون وحضرتك بتحط دهون، النتائج بتقل. طب انا عايز نتيجه وافكت عالي، يبقى انت تلتزم باللي احنا بنقوله. فكل حاجه وليها النتائج بتاعتها، فلازم تسعى على نفسك. ومضموننا النهارده في الفيديو بتاعنا ان احنا بنقول لازم تشتغل على نفسك وتسعى على نفسك، واللي عنده هدف لازم يتعب عشانه. مفيش حاجه اسمها ان احنا كل حاجه عايزينها سهله. احنا هنخس قد ايه، احنا عايزين ايه؟ اهدى، انت جسمك محتاج ان هو نعرف نتعامل معاه، نشوف نقط ضعفه ونقط قوته. واعتقد احنا جربنا ده معاكي يا بسمله. كنا في اسبوع ساعات ما بتبقاش مرضي بالنسبه لك، بعد كده قلت لك اسبوعين كنت فضلت ثابته، قلت لك ايه، اصبري هنظبط الدنيا، اصبري. وفعلا هي مش بسمله بس، حالات كتير اللهم لك الحمد خلاص هي مجرد ما فهمت وما شاء الله شكلها بسم الله ما شاء الله جاي لي النهارده. دخلت عندي واحده جديده وانا مبسوطه بيها قوي، وعايزاكي تفضلي تستمري على كده ان شاء الله. وعايزاكي بقى تقولي كلمه للناس اللي هي مستصعبه الموضوع وشايفه ان الموضوع كبير وانا هفضل احرم نفسي. عايزاكي النهارده تدي لهم كلمه منك انت، مش من دكتوره، منك انت كحاله وكتجربه. قولي لهم النهارده تجربتك ودعمك ليهم، واديهم كلمه كده تديهم بيها سبورت. يعني هو الموضوع كله ان انا ما اخدش الموضوع ان انا داخله دايت عشان اخس. هو ده كل الموضوع. انا داخله عشان صحتي تبقى احسن، حتى لو انا صحتي كويسه. برافو. بس لا انا تبقى كويسه ما تبقى احسن. برافو عليكي. بالظبط، في حاجات اكتشفتها في جسمي بيتحسس منها، وكل ده انا ما كنتش حاسه بيه. صحيح. حاجات بقت تتعب معدتي. انا كصحيا بقيت احسن، بقيت اعرف انزل، بروح باجي، بمشي مسافات طويله ما شاء الله. انا في الاول ما كنت بكسل، لو اخر شارع مثلا ممكن اخد توك بكسل. صح. دلوقتي بقيت لا، حتى لو انا تعبانه طب همشي مثلا نص الطريق والاقيني خلاص مكمله. صح. فهو الموضوع كله ظبط اسلوب حياه. بالظبط، هو الموضوع كله ظبط اسلوب حياه. لو دايت وهوقف. صحيح. وبعد كده خلاص هوصل للوزن المناسب، بعد كده هاكل كل اللي انا عايزاه والكلام ده. حتى صح. انا يعني لو عوزت حاجه مثلا انا باكلها. صحيح. بس اللي هو مثلا ايه، يعني خلاص على قد نفسي. صح. بابا مثلا جاب حاجه سعرات كتير، باكل قطمه. حلويات قطمه. رضيتي نفسك عشان انت عندك تارجت. هو ده بقى اللي احنا بنقول عليه الاراده. والدايت مش حرمان، الدايت ظبط الاسلوب حياتك، وكل واحد لازم يظبط حياته على حسب هو، وعلى حسب يومه، وعلى حسب حالته الصحيه، على حسب سنه، وعلى حسب عنده نشاط رياضي ولا مش عنده. فده مهمتنا احنا معاك. لو مش قادر تعمل ده لوحدك، احنا مهمتنا موجودين عشان نساعدك في ده ونحطك على الطريق، وتوصل للمرحله تبقى بتتكلم زي بسمله كده. قد ايه انا مبسوطه وقد ايه قاعده بسمع لها ومنبهره بيها. مبسوطه اكتر بجد. برافو عليكي. برافو عليكي. لا النتيجه كانت جواكي وانت اللي طلعتيها. يعني انا ما هو الا دوستلك بس على الزرار وانت ده طلع منك انت، النتيجه طلعت منك انت بجد. يعني ربنا يخليكي ان شاء الله حبيبتي. ويرزقك باللي حضرتك بتعمليه. بس بجد اشطر دكتور يعني انا شفتها، يعني عامه حتى في الكلام لا مرتاحه لحضرتك قوي حبيبتي. يعني ربنا يخليكي ليا. غير المجهود اللي يعني حضرتك ما فيش مره بعتلك مثلا رديتي لي بعديها بساعه، يعني في نفس الدقيقه. انا مستغربه. لا ده حقك ان انت طالما بعتي لي يبقى انت محتاجاني. فطالما انت محتاجاني انا طبعا هبقى تحت امرك في اي وقت، ومعاكي دايما لحد المثالي بامر الله، وبعد المثالي كمان. ربنا يوفقك وليكي كل الدعم وليكي كل الخير. ودايما زي ما بقول دمتم اصحاء. الصحه يا جماعه تاج على رؤوس الاصحاء، فحافظوا عليها لانه هتتسالوا عليها. وليه تكمل حياتك وانت تعبان ومش قادر تعمل نشاطك وحياتك قادر تكملها، بما ان انت تقدر تعمل كل الوظائف المطلوبه منك وتقدر تعيش حياه صحيه سليمه. فاتمنى منكم ان انتوا تاخدوا بسمله والابطال اللي معانا، اللي بيصور واللي مش بيصور، تاخدوهم مثال حلو وقوي، لان صحتك هي اللي هتقدر تخليك بني ادم مندمج في المجتمع. ان انت قادر تقوم بوظائفك، ان انت قادر حتى تتبسط، تعيش حياتك صح.
فدمتم اصحاء وشكرا، وانتظروا مننا ابطال كتير جدا جدا، ودمتم اصحاء. شكرا.